في شتاء سنة 1950 9 طلاب من جامعة الأورال في روسيا قرروا يعملوا رحلة تسلق جبل خولات سيخل، مكان بيبعد مئات الكيلومترات عن أقرب مدينة. الرحلة كانت في عز البرد والكل مدرب كويس، لكنهم ما رجعوش. بعد أسبوعين من عدم ظهورهم طلعت فرق إنقاذ تدور عليهم، ولقوا مشهد ما يتصدقش. الخيام كانت متشققة من الداخل لبرا، يعني هم اللي قطعوها علشان يهربوا منها. كل الأدوات والأكل والملابس جوا الخيام، بس الأجساد اتلقت منتشرة في التلج، بعضهم حافي القدمين وبعضهم لابس نص هدوم. الغريب إن مفيش أثر صراع، لكن فيهم اللي ضلوعه مكسورة واللي عنده جمجمة مفتوحة بس من غير أي جرح خارجي، زي ما تكون قوة ضخمة ضغطت عليهم من جوا. واحدة من البنات كانت لسانها مفقود ووجهها عليه صبغة برتقالية غريبة. التقارير الرسمية وقتها قالت ماتوا بسبب قوة غامضة غير معروفة، والناس بدأت تتكلم. هل ده كان تجربة عسكرية فاشلة؟ ولا هجوم من كائنات غريبة؟ ولا تأثير موجات صوتية مميتة؟ وفي سنة 2019 روسيا فتحت التحقيق تاني وقالوا السبب هو انهيار جليدي، بس ما فيش أي آثار انهيار في المكان، والدليل إن الخيام والمعدات كانت سليمة. من ساعتها الجبل ده تسمى ممر دياتلوف باس نسبة لقائد الرحلة إيغور دياتلوف، وبقى رمز لأحد أغرب الألغاز في القرن العشرين.